السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وأتم صحة دايمًا، واستكمالًا لوصفات العيد النهارده هنعمل مع بعض الغريبة، هاقول لكم إزاي تعملوا غريبة دايبة كده معاكم، واخدة لون أبيض زي اللي إحنا بنشتريها من برّه، والأهم من كل ده إن هي ما بتلزقش كده في كل حتة في البُق، يعني لمّا تاخدوها كده وتاكلوا منها قطمة هتلاقوا إن هي بتتبلع بسهولة، طعمها في منتهى الجمال، طريقة سهلة وبسيطة خالص يا جماعة، تابعوا معايا الفيديو للآخر لو أنتم لسه أول مرة تشوفوني، أنا اسمي فريدة، اعملوا لايك واشتراك ويالّا بينا على طول نبدأ الفيديو. مع إن الغريبة من الحلويات السهلة خالص، بس بيتقال عنها إن هي السهل الممتنع، كتير مننا بيغلط فيها وما بتطلعهاش مضبوطة، فهاقول لكم المقادير الحلوة المضبوطة اللي تطلعها معانا كويسة. أول حاجة معايا 500 جرام من الدقيق منخول، وكمان معايا 150 جرام من السكر البودر، 300 جرام من السمنة سواء بحرارة الغرفة أو باردة، يعني ده أو ده ما فيش مشكلة خالص. في بولة هانزل عندي فيها بالدقيق وعليه السكر البودر، وهاقلبهم كويس لحد لما كل حاجة تتداخل كده في بعضها. كُلّيتها مش محتاجين إن إحنا نخفق المكونات كلّها لا بمضرب كهربائي ولا بعجان، يعني هنعملها بالإيد عادي يا جماعة، تمام، بس امشوا بكل خطوة واحدة، واحدة وركّزوا عشان تطلع معاكم زي الحلواني المصري بالضبط يا جماعة. بعد كده هانزل عندي بالسمنة اللي هم 300 جرام، اللي هم كوباية وتِلت من السمنة، زوّدت عليهم معلقة كبيرة من السمنة، تمام. دي من العلبة على طول، زي ما قُلت لكم ممكن تكون باردة وممكن تكون بحرارة الغرفة، فمش هتفرق خالص. طيب أهم حاجة بقى إن أنا عاوزة أشرّب الدقيق بتاعي من السمنة دي، تمام، فأنا هاضغط كويس زي ما باكون بابِث دقيق الكحك، أنا هابِث دقيق الغريبة، أنا عايزة كل ذرة من ذرات الدقيق دي تتغلف كويس أوي بالسمنة، فخدوا وقتكم في الخطوة دي. اعملوها كويس أوي يا جماعة، بتعدّوا على مراحل كتير، أول حاجة إن أنتم بتحسّوا إن هي زي المخرّزة، بعد كده بتحسّوا إن هي عاملة زي المميمية كده شوية، ومع العجن والاستمرار بتقدروا إن أنتم تشكّلوا منها جزء كده، خلاص؟ فواحدة، واحدة ما تستعجلوش، ما تضيفوش سمنة تانية ولا تضيفوا أي مكونات، لو مشيتوا بنفس الخطوات دي بالميزان هتطلع معاكم النتيجة هايلة أوي يا جماعة، ولو أنتم أول مرّة تعملوا الغريبة فأنا أوعدكم إن أنتم هتعملوها بطريقة مضبوطة وصح زي الحلواني المصري زي ما قُلت لكم في أول الفيديو. ممكن تحسّوا كمان إن العجينة محتاجة سمنة، بس مع التقليب المستمر وكل ما تزوّدوا بس في العجينة بتاعتكم أو كل ما تضغطوا فيها هتحسّوا إن هي مزبّدة معاكم وضبطت خالص يا جماعة. المهم إن أنتم تستمروا بالعجن لحد لمّا تتشكِّل معاكم عجينة ليّنة بتتشكِّل بمنتهى السهولة زي عجينة الكوكيز مثلًا. تجيب من فوق ومن تحت من الجناب، عايزين كل كمية الدقيق دي تتشرب حلو، والمهم إن أنا أضغط كده زي ما أنا قُلت لكم كأني بابِث الكحك، خلاص بس المرة دي إحنا بنعمل غريبة، تمام يا جماعة؟ ما تقلقوش المكونات مضبوطة خالص، لو تحسوا إن هي خلاص قرّبت إن هي تتعمل بس هيبقى ليها اختبار، المهم أشرّب الأول كل كمية الدقيق بالسمنة، آخد هنا بقى قطعة من العجينة وأكوّرها كده وأدّيها فتحة في النُص، لو شقّقت أعرف إن هي محتاجة عجن، اوعوا تزوّدوا كمية سمنة، أمّا لو ما شقّقتش يبقى كده خلاص عجينة الغريبة مضبوطة معانا، هاسويها زي ما أنا عملت، وهاحطها بقى في التلاجة على طول مدة نُص ساعة أو ساعة، على حسب درجة حرارة الجو اللي أنتم بتعملوا فيه، يعني مثلًا لو في الشتا هتعملوها نُص ساعة، ولو في الصيف هتبقى ساعة، تمام؟ باطلّعها بقى على طول من التلاجة وباجهّز جنبي الميزان وباجهّز الصينية اللي هاحط فيها، مبدئيًا الصينية مش هادهن فيها أي حاجة، نيجي بقى لحجم الغريبة، الغريبة حجمها بيكون حلو أوي لمّا تكون 7 جرام، يعني ما تزوّدوش عن 9 جرام يا جماعة، هي لسه بتنفش حاجة بسيطة كده في الفرن، بس كل ما كانت صغيرة وقطمة واحدة كده بتكون شكلها حلو، طعمها كمان بتبقى شكلها cute كده، وفي كلتا الأحوال بصراحة طعمها هيكون حلو سواء كبيرة أو صغيرة. خدوا بقى قطعة العجين كوروها كده ما بين راحة ايديكم وما تبططوهاش، خدوها كده بتكويرتها حطوها على طول في الصينية، وبس احتياطي ان احنا بنسيب مسافة ما بين كل واحدة والتانية، طبيعي ان حجمها بيزيد حاجة بسيطة لكن مش بتنفش قوي معانا ولا بتسيح ولا اي حاجة خالص، لو مشيتوا بنفس الخطوات وبنفس طريقة التحضير وبنفس المكونات فتأكدوا ان الغريبة بتاعتكم هتطلع مظبوطة. احنا كده كده لسه هننزلها شوية هنضغط عليها شوية، بس لما نيجي نحط السبرينكل او المكسرات بصوا في محلات كتير قوي بتبيعها ساده كده زي ما هي من غير اضافه اي حاجه خالص، وفي محلات بتحط عليها المكسرات ايا كان فستق حلبي او بندق او لوز او السبرينكل او الكريسبي اللي هو الصغير ده، فالمتاح عندكم والمتوفر اعملوه. خلاص كده يا حلوين. طيب ممكن كمان بعد ما نعجن عجينة الغريبة كلها ما نحطهاش في التلاجة ونشكلها بالكيس الحلواني، والطريقة دي على فكرة بتكون سهلة جدا، بس
كتير مننا ما بيحبهاش. يعني انا عن نفسي بحب طريقه التكوير كده افضل بكتير، بحسها بظبط كده الكوره بتاعه الغريبه بشكل افضل. تمام. اما لو انتوا حابين ان انتوا تشكلوها بالكيس على طول، فبتحطوا قطعه من العجينه بعد ما انتوا بتخلصوا عجنها بدون ما تحطوها في التلاجة، وتاخدوها كده فاتحه بالمقص من تحت بدون اضافه اي تب يا جماعه. وبتضغطوا وبتنزلوا الحجم اللي انتوا عاوزينه، بيكون لها بوزه كده من فوق زي ما بتيجوا تقطعوا الكريم شانتيه. خلاص. اعمل بقى الكميه بتاعتي كلها بنفس الطريقه لحد لما العجينه بتاعتي تخلص كلها. حطيت بقى جزء كده فيه بندق، البندق ده فتحته بحيث ان انا احط نص البندقيه بيكون شكلها اشيك كده مما احط البندقيه على بعضها. تمام. وهنا بقى كان معايا فستق حلبي مطحون، بس هو جه ناعم معايا يا جماعه، فانا كنت دايما لما بعمله بالفستق كنت بسيب الفستقيه زي ما هي كده على بعضها، وكنت بقشرها وكان بيبقى لونها اخضر كده الحبه كامله على بعضها. فبرضو الطريقه دي بتكون حلوه قوي. وهنا برضو حطيت كده الكريسبي اللي هو الصغير الذهبي، في منه الوان كتير واحجام كتير، فحسيت ان الذهبي والفضي دول حسيتهم هيبقوا حلوين قوي في الفضي في الغريبه. تمام. باحطها كده باضغط ضغطة خفيفة، ما بابططهاش عشان مش عاوزاها تكون رقيقة ولا رفيعة، عاوزاها تكون مقلبظة كده شوية. بالنسبة لتسوية الغريبة فهي بتدخل الفرن على نار هادية جدا، درجة حرارة 140، رف أوسط يا جماعة. ما تستنوش إن الغريبة تاخد لون أو لونها يعني ياخد لون دهبي من تحت. الغريبة أصلا بيكون لونها من تحت بيضة يا جماعة. هتقعد معانا في الفرن 12 دقيقة بس، مش أكتر من كده. هنا كان واحدة كده بالغلط لزقوا معايا وأنا بحط العجينة، فهم هيطلعوا على فكرة على نفس الشكل ده. تمام. هنا حطيت السبرينكل اللي هو الذهبي والفضي. خلاص كده 12 دقيقة يا جماعة، ما تزودوش عن كده. واول ما بتخرج الغريبة مهم قوي ان انتوا ما تلمسوهاش، لان هي بتكون طرية وعاملة زي الزبدة كده، فلو حطيتوا ايديكوا عليها هتتشكل عجينة تانية خالص. تمام. فسيبوها اقل حاجة ساعتين، ويا ريت افضل يكون يعني تسيبوها ليلة كاملة مكشوفة كده وما تمسكوهاش خالص. طيب لاحظوا معايا هنا الغريبة شكلها عامل ازاي. اولا زي ما دخلت خرجت بدون اي تغيير خالص يا جماعة. تمام. شايفين بقى لما بحط ايدي عليها، لما بحط صبعي كده على الغريبة ما بتبصمش في الايد خالص يا جماعة. هنا انا مسكتها تاني يوم. تمام. يعني انا سبتها عملتها بالليل وتاني يوم مسكتها عادي. شايفين بقى الارضية بتاعتها عاملة ازاي، شايفين شكلها من تحت لونها ابيض ازاي. وده الاصل في الغريبة ان هي بتكون لونها ابيض. الصينية التانية اللي كانت فيها سبرينكل دي بعد ساعتين او تقريبا بعد نص ساعة ولادي اكلوا منها. ما شاء الله يا جماعة بجد رهيبة. شايفين شكلها حلو. لو عندكم اطفال فهيحبوا اللي فيها سبرينكل دي قوي. شوفوا لي بقى الجمال، شايفين شكلهم عامل ازاي. تخيلوا ان الكمية دي كلها طلعت معايا من نص كيلو من الدقيق. عمل معايا كمية كبيرة، كمية حلوة قوي تكفي معانا للعيد وبعد العيد كمان. طعمها حلو، شكلها حلو قوي، وكمان الاهم من كل ده لا اخدت معايا وقت ولا مجهود. ولما باكلها كده بتتبلع معايا بمنتهى السهوله، ما بتلزقش. لما بحط صبع عليها بقى ما بتبصمش خالص معايا يا جماعه، يعني ما بتديش بصمات على الصابع. وده يدل ان هي مقاديرها مظبوطه، اتبست صح، تسويتها مظبوطه. بس كده خلاص الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى من كل قلبي وصفه النهارده تكون عجبتكم. لو وصلتوا لحد هنا ولسه ما اشتركتوش في القناه لازم تشتركوا قبل اي حد. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامه يا حلوين.